عندنا قصه عقد كهرباء مع الاتحاد الدولي الخاصه بالزمالك اللي هم ال 2 مليون و400 الف دولار. ادي قصه. تمام. وعندنا قصه ثانيه اللي هي العقوبه بتاعت لجنه الانضباط اللي تم ايقافها مؤقتا، اللي هو 12 مباراه والمليون جنيه. حلو كده؟ تمام. في 12 مباراه ومليون جنيه. مليون جنيه. العقوبه دي لو تفتكر كان في حاجه شبهها بعقوبه كبيره برضو، صح، في مباراه داخل ارض الملعب. صح صح. كهربا بيخسر نفسه وبيخسر الاهلي وبيخسر منتخب مصر امكانياته. النهارده كهربا يستحق انه يبقى موجود في منتخب مصر، صح. كهربا يستحق انه يبقى اساسي في النادي الاهلي، صح. وراجل يلعب على الطرف او يلعب راس حربه شغال زي الفل، صح. بيخسرنا امكانياته ببعض، انا هسميها كده عكعكه، ممكن تبقى غير مقصوده لكن هي بتطلع بشكل انفعالي عشان يوصل رساله بشكل اخر. انسى بقى الرسائل وركز مع نفسك. كلامك مظبوط 100%. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مش هقول لك ازيدك من الشعر بيت. انا الكهربا حصل معاه قبل كده لقاء وكنت بقول له ركز في الملعب يا كهربا، انت مالكش دعوه بالمشاكل واللي انت مش عارف ايه. وبعدين ما هو المشاكل زي ما حضرتك قلت مع اذا كان الزمالك او اذا كان الغرامه او اذا كان هو اللي ورط نفسه. انا طب ليه صلاح مثلا محمد صلاح ليه ما خدش في حياته غير 4 انذارات ولم يتعرض للطرد نهائي؟ لان هو مركز. محمد صلاح انا عايز اقول لك النهارده كلوب بعت للاتحاد، اداره ليفربول بعتت للاتحاد الانجليزي لرابطه المحترفين بتقول لهم ان صلاح بيجد معامله سيئه من جميع حكام البريمير ليج. ارجو الاجابه على هذا وعدم وجود مبرر لهذه المعامله. تخيل انت صلاح بيتعامل معاه فاولات وبتاع ومالوش دعوه. عمرك شفت صلاح راح ضرب واحد ولا بتاع بالبنيه؟ واحد شوح للجمهور؟ ملوش علاقه، لانه مركز في الملعب، لانه لعيب محترف، هو عارف هو بيعمل ايه، ولكل انذار غرامه قد ايه، وهو اصلا ملتزم. فانت لما تكون ملتزم يا اخي، ده المثل الشعبي يقول لك امشي عادل تتعادل يحتار عدوك فيه. هو انت ليه بتعمل كده؟ موقوف باين يا ورد. مين؟